السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كده حاجة حلوة. نعمل بسبوسة. نبتدي في الشربات طبعا سهل بتاع البسبوسة. انا حطيت مجين والا ربع، يعني 3 مجات الا ربع. كوباية الشاي العادية بتاعتنا ده قدها بالظبط يعني. بس اللي عندها اللي هي الازاز الشفاف دي تمام ماشي. هو الاتنين قد بعض. وحطيت زيهم ميه. شربات البسبوسه بيبقى خفيف، ما بيبقاش تقيل. وعصرت ليمونه وهدوبه كده واسيبه ايه مع النار مع نفسه كده. بس هو على النار انت ما تقعديش تقلبي فيه، يعني هو انا بقلب دلوقتي قبل ما ايه ما شغل عليه البوتاجاز. بس واسيبه بقى ايه كده مع نفسه. هنعمل مع بعض هنا البسبوسه دي، الطريقه دي بتنجح معايا او بتبقى جميله بصراحه. انا حطيت مج سكر، يعني مج مليان على عينه، وربع كوباية مية، يعني أقل من ربع كمان. وهنبتدي مع بعض واسيبهم ايه هحطهم على النار لحد ما ايه يكرملوا كده. انا هنا معاكم بحط دقيق السيمولينا. الدقيق ده معلوش حاجه خالص، انا جايباه كده يعني معلوش اي حاجه، اي اضافات انا اللي هحط. وهحط هنا 3 مجات من دقيق السيمولينا. يبقى على النار مج سكر وربع كوبايه ميه، وولعت عليهم يتكرملوا، بس خدي بالك منهم عشان ما يتحرقوش. لو اتحرقت او اتلسعت كده هتمر. وهنا 3 مجات اللي هو دقيق السيمولينا معلهوش اي اضافات. ومج الا ربع كده سكر، اللهم صل على النبي، اسفه، جوز الهند. يبقى 3 دقيق سيمولينا على قد الصينيه اللي انا هوريها لكم. ومج الا ربع جوز الهند، ومج الا ربع زبده. زبده دي بلدي. عايزه بقى تحطي زبده اللي هي العاديه الفرن دي، تمام، اللي يعجبك يعني المتاح عندك. انا دي الصينيه اللي هعمل فيها. انا هعمل لازم تدهني القاع بتاع الصينيه كده. انا خدت من المج عادي، ما هو الا ربع، يعني خدت منه معلقه. يبقى الصينيه دي موجوده، يعني هي ال3 صواني اللي هم طقم دول، دي اكبر واحده. انا خدت يعني تيجي فيها كوبايتين بس، مجين بس من الايه، من دقيق السمولين. وانا نقلت، يعني لقيتها عاليه شويه، نقلت في صينيه تاني صغيره. شلتي منها، بس نقلتي البسبوسه نفسها، يعني شلتي منها. يعني الصينيه دي بالظبط بالظبط تاخد مج اللي هو السوائل، لبن أبقى، اذا كان لبن أبقى او ميه. يبقى 2 سيمولينا، معلقه دقيق، انا ما حطيتش دقيق، احطه قدامكم دلوقتي على السيمولينا. و... وربع كوبايه جوز الهند. السوائل كوبايه واحده بس، لبن او ميه زي ما انت عايزه. يبقى ربع، وتاخد معاكي ربع كوبايه سمنه. يبقى ربع جوز الهند، ربع سمنه، 2. انا بكلمكم على الصينيه الصغيره اللي هي 28. يبقى 2 دقيق سمولينا، معلقه دقيق، ربع جوز الهند. ادي مواد الجافه. هنيجي للسوائل، يبقى حطي هنا في الحله كرمله ربع سكر، وكوبايه لبن او ميه اللي يعجبك بقى. انا دي السكر عندي اهو، بس بدأ يتكرمل بعد ما صح خالص، انا قلبته. ما تخافيش حتى لو سكر منك، هو ايه يعني هيفك تاني، فاهماني؟ فما تخافيش يعني ان هو ايه كده سكر مني خلاص، لا، هو هيفك تاني. العسل معايا على النار اهو، زي ما قلت لكم، انا مولعه برضو عليه، مشغله عليه، يعني حوالي 8 دقايق كده او 10 دقايق. والسكر بص بدأ ياخد لون معايا اهو. انا هسيبه لحد ما ياخد اللون اللي هو الجلد الفاتح. اوعي تكتري يعني عليه النار، هتلاقيه بصوا هو اللون ده كده مية مية. هيمرر معاكي. فايه تروح حاطه عليها السمنه. انا قلت لك مج الا ربع السمنه. وبعد كده هحط كوبايتين الا ربع لبن، وكوبايه ميه.
كوبايتين الا ربع لبن. الصينيه دي هتاخد معايا كوبايتين الا ربع لبن، اللي هو يعتبر بقى السنتين اللي انا قلتلكوا عليهم. ادي كوبايه لبن، وهحط كوبايه ميه، وارجع احط كوبايه الا ربع لبن. بصي بس اوعوا بس، عشان الكراميل ده لسعته فظيعه، فربنا يستر يا رب ما يكونش جنبيكي اطفال ولا حاجه، ويبقى انتي برضو تبعدي كده. بصوا الغليان بتاعه. انا دي كوبايه ميه، هرجع احط كوبايه الا ربع لبن تاني. ما تخافيش كتل منك، كل ده هيدوب معاكي وهيبقى زيه زي الايه، السوائل اللي انت حطاها دي. ما تخافيش، بس ايديكي فيه ووطي النار، يعني وطي النار وايديكي فيها كده، هتلاقيها دف في ساعتها. التكتلات دي هتدوب في ساعتها. ده سكر مكرمل. البسبوسه دي يعني انا معتمداها بصراحه، بتطلع زي السكر. بس برضو بيرجع. ادي كوبايه الا ربع اللبن اللي انا قلت لكم عليها، يبقى انا حطيت كده كوبايتين الا ربع لبن وكوبايه ميه. عايزه تحطي لبن كله عايزه تحطي ميه كله زي ما انت عايزه. في كده الحالتين السمنه البلدي والحاجات اللي حطيناها عليها بتدي طعم جميل. بصوا، بصوا كتله قد ايه، هتشوفوها دلوقتي دابت معايا ازاي. بقول لكم، اللهم صل على النبي. بس اختاروا نوع دقيق اللي هو دقيق البسبوسه، دقيق حلو، عشان في دقيق بيبقى عليه دقيق. يعني في دقيق بتاع البسبوسه بيبقى عليه دقيق اصلا، فالبسبوسه تطلع منك، انا جربتها وجت معايا قبل كده، تطلع منك عامله زي بتبقى مجلده كده، مش بتبقى ناشفه، بتبقى مجلده. لو ناشفه يبقى الدقيق عليه نشا، مجلده كده معاكي يبقى الدقيق عليه اللهم صل على النبي، عليه دقيق. طبعا دقيق السيمولينا يبقى عليه دقيق. انا حطيت معلقتين ونص كده دقيق، او حطي معلقتين اللي يعجبك يعني، بس لازم دقيق. لازم دي ما تزيديش على المعلقتين يعني، او تنقصي عن المعلقتين. انا بس عشان الكميه كبيره حطيت معلقتين ونص. بس انا هنا في الطبق معايا يبقى الثلاث معالق دقيق، والثلاث معالق السميد، وكوبايه الا ربع جوز الهند. خلاص ادي دي السوائل. انا بصوا التكتلات بدات ان هي تختفي ازاي، بص بقت حته قد ايه. هفضل برضو معاها كده بالراحه وموطيه النار، وافضل معاها حبه حبه كده لحد ما تدوب مني خالص. البسبوسه دي بقول لكم انا معتمداها من زمان كده، بصراحه بتطلع معايا جميله. بس اهم شيء يكون نوع السميد نوع نضيف، بس عشان ما يبوظلكيش الدنيا معاكي. هي بتطلع حلو، بتطلع كل حاجه، بس يعني ساعات بقى يعني بتقلب معايا الدقيق كده، بيضايقني او بصراحه. انا خلصت كده ودابت، وهوريها لكم دلوقتي، واحط معلقه فانيليا صغيره كده. بص التكتلات اللي فيها، يعني لو لقيتها تبقى حاجه بسيطه صغنونه برضو بتدوب، ما تخافيش، وما ينفعش تحطيها على الدقيق كده، هتدوب برضو، لازم تدوبيها الاول وبعد كده تحطي على الدقيق. انا هحط بقى كده كله على بعضه كده. ودي البسبوسه ما بيتقلبش، يعني يا دوبك يدوب كده، يعني تختلط السوائل تختلط مع المواد الجافه كده على بعضها، خلاص اقفل، يعني اشيل ايدي على طول. دي السيمولينا ما بيتعجنش عشان ما يعملش معاكي عرق او يعجن معاكي. هو يا دوبك كده تقليبه، والتانية اللي هي السوائل يعني تختفي وخلاص. بالراحه كده، نجيب من فوق لتحت كده بالراحه. انتوا شايفين؟ بصوا يعني انا بس يا دوبك بخفي السوائل دي، واخلي الدقيق يختفي خالص يعني. يا ريت بقى اللي شاف الفيديو لحد هنا يعمل لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه كده، ودوس على كلمه الكل عشان على طول توصل لكم الاشعارات بتاعتي. واحنا اهو بندي بعض افكار برضو، وانا باخد افكار منكم، وربنا يرجع لنا يعني خير لبعضينا يا رب، اللهم امين.
جربي طريقة البسبوسة دي والله وهتدعيلي. ما عجبتكيش برضو اوعي تدعي عليا والنبي. انا بص لقيت هنا الدقيق ال- السميد كتير على الصينية. انا بصراحة نقصت حبة في صينية صغيرة، عشان انا كنت بعمل في الصينية على طول اللي هي 28. انا كده نقصت حبة كده، بس سبتها بالظبط. بتبقى انت بقى تسويها كده. بصوا السمنة اللي انت دهنة بيها الصينية هي معلقة واحدة كده، تدهني بيها الصينية بس من تحت، او ممكن تدهني طحينة اللي انت عايزة. ما تخافيش ان الطحينة هتقولي ريحتها ولا لا، لا، ما تخافيش، بتبقى لهاش اي ريحة بالعكس. واخبط الصينية كام خبطة كده واحطها في الفرن. الفرن بتاعتي على درجة 180 على الرف اللي في النص، ولا فوق ولا تحت، في الرف في النص. انا بشغل من تحت بس، ما بشغلش طبعا شوايه. يعني هي بتستوي فوق وتحت. العسل معايا سخن والبسبوسه سخنه، وهما سخنين الاتنين كده. ايه، تحطي على طول. انا بس بعدل الحته اللي تحت عشان هي حسيت انها مايله كده. ايوه كده ظبطتها. بس بتبتدي بقى ايه تسقي كده البسبوسه. هتلاقيها البسبوسه تعرفيها ناجحه، هتلاقيها بتشرب معاكي العسل. واستنى عليها شويه، ولو عايز التاني بدي. لما بيبقى العسل كتير عليها لوحدها كده تلاقيها نطرته. انت بقى عايزه تشيلي شيلي براحتك. انا بس ده يعني بصي باين العسل فيها ازاي. بصي هي بتشرب حبه بحبه. وابتدي لو عايزه التاني او لقيتها كده من فوق كده محتاجه بحط. بس انا بوريكم هي طريه ازاي. بس مش قادره طبعا، الاتنين سخنين، العسل والبسبوسه سخنين، فمش قادره احط ايه. يعني اجس بصباعي. انا هقطعها معاكم، هي المفروض تبرد شويه. بس يعني سبتها برضو شويه، يعني ما قطعتهاش شويه سخنه اهو. حتى تلاحظوا من صباعي ان انا ايه، يعني ما بتلسعنيش زي الاول. هقطع بقى كده واوريكم كده حته منها وان شاء الله تعجبكم. والله يعني الطريقه دي يعني جربت كذا طريقه. اللي هي البسبوسه المكرمله دي من احلى الطرق يعني. يعني احلى طرق بسبوسه اللي هي البسبوسه المكرمله دي. بس على الكراميل وانتي بتكرملي السكر كده خدي بالك بس، عشان بس من الدنيا ما تبصي معاكي لا قدر الله. وبرضو انتي حاطه يعني واحد مكلف برضو سكر وسمنه بلدي وكده. فانتي ما تكتريش قوي عليها، تبقى ايديكي فيها. ما تسيبيش الكراميل على النار وتروحي تشوفي حاجه، لا. بصوا والله مش قادره اقول لكم طعمها عامل ازاي، والريحه بقى يعني حاجه كده تستاهل بقكم والله. بصوا من جوه عامله ازاي، والعسل بتاعها مظبوط وكلها مظبوطه. جربي الطريقة بتاعتي ديت وإن شاء الله بإذن الله يا رب هتعجبك إن شاء الله. هي بس لسه سخنة. أول ما تبرد كده يعني كمان بتشرب كمان من العسل، وبتبقى بقى إيه طرية اللي هي ناعمة بقى. هي برضو ناعمة وجميلة. أنا اللي بوريلكوا ده أنا باكله والله من جمالها. يا رب بس طريقتي تعجبكم وتعتمدوها، وإن شاء الله تطلع حلوة معاكم يا رب، أحسن من دي. وربنا يحسن ما بين إيدينا كلنا يا رب، اللهم آمين. متشكرة ليكوا قوي، ومتشكرة كومنتاتكم الجميلة اللي بتشجعني، والله بتشجعني ان انا اعمل فيديوهات. متشكرة ليكوا قوي. السلام عليكم ورحمة الله.